تخيل كده يكون عندك محاسب شغال 24 ساعه من غير ما تدفع له جنيه ومن غير ما يغلط غلطه. انا عمر، وحالا هوريك ازاي تبني النظام ده باستخدام Init ولافابول. فلو مهتم بمجال الاي اي اوتوميشن وانت اعمل لايك واشترك، ولو عايز النظام ده ليك مجاني 100% اكتب لي بس وما تشيلش هم. مشاهده ممتعه. وهو ده هيبقى الشكل النهائي للنظام. سيبك بقى من الشكل النهائي ده وتعالى نبني انا وانت من الصفر خطوه بخطوه، حتى لو اول مره في حياتك تعرف لافابول او Init او حتى شات جي بي تي. تعالى اوريك هنبنيه ازاي. تعالى كده اعمل ورك فلو جديد. حلو قوي. طب انت عشان تبني النظام ده من الصفر محتاج تعمل ايه؟ اول حاجه هتروح تبحث عن اداه اسمها لافابول. طيب اول حاجه عشان ابني النظام ده من الصفر انا محتاج اعمل ايه؟ اول حاجه محتاج ابني الواجهه بتاعه النظام. طيب ايه اللي هيخليني اعمل الواجهه بتاعه النظام ده؟ اداه اسمها لافابول. فانت هتدخل تكتب في البحث لافابول وبعد كده تسجل بالايميل بتاعك وهيديك كريدتس فري تقدر تستخدمها وتبني بيها النظام بتاعك من الصفر من غير ما تدفع ولا جنيه. طيب انا دلوقتي عندي اختيار من اختيارين، يا اما دلوقتي اوصف النظام بتاعي للافابول عشان يبنيهولي، لا اما اروح لشات جي بي تي واخليه يديني وصف اعرفه انا عايز ايه وهو يديني الوصف اللي انا هديه للافابول هنا عشان يبني لي النظام. فانا من رايي الاسهل ان انا اروح لشات جي بي تي اوصف له النظام بتاعي كامل من اول خطوه بخطوه وهو يديني وصف منظم مرتب اقوى من الوصف اللي انا كنت ممكن اكتبه للافابول، وانا ادي الوصف اللي شات جي بي تي اداهولي للافابول عشان لافابول يبني لي واجهه قويه جدا. طب تعالى كده اوريك هنعمل ايه. انا دلوقتي اهو دخلت على شات جي بي تي وهكتب له الوصف بتاعي. طب الوصف ده انا بقول له ايه؟ انا بقول له ببني ولا اقول لك تعالى ثانيه. انا دلوقتي هروح اترجم الكلام ده انا وانت. تعالى كده اهو بقول له ايه؟ انا بطور تطبيق محاسب شخصي يتضمن واجهه دردشه. يعني التطبيق ده فيه واجهه للدردشه عشان انا اعرف اتكلم فيها. يجب ان يتمكن المستخدم من كتابه رساله او تسجيل رساله صوتيه سيتم ارسال هذه الرساله عبر خطاف ويب هوك الى Init. طب ايه الويب هوك ده؟ هفهمه لك كمان شويه. طيب حيث تتم المعالجه الفعليه ثم سيتم ارسال الرد من Init وعرضه في الدردشه. طب يعني ده معناه ان انا اول ما ابعت الرساله في الواجهه بتاعتي اللي هبنيها على لافابول على طول الرساله دي هترجع ورا Init اللي هو المخ اللي هيفكر ويدبر الرساله صح وتتبعت تاني لافابول الاجابه. يعني اول خطوه بكتب الرساله في لافابول، بعد كده تتبعت لإنت بعد كده Init بيظبط كل حاجه ويفكر ويديني الاجابه المظبوطه وبعد كده يرجع لي الاجابه على لافابول تاني. جميل قوي. بقول له ايه؟ اريد منك مساعدتي في كتابه مطالبه واضحه ومفصله لاقدمها الى لافابول. انا بعرفه ان انا عايزه ان هو يكتب لي حاجه تفصيليه عشان انا ابعتها تاني لافابول. طيب بقول له ايه؟ لتصميم واجهه المستخدم لهذا التطبيق يجب ان يكون التصميم انيقا عصريا ومصمم للهواتف المحموله وان يعمل بشكل جيد ايضا على اجهزه الكمبيوتر. يجب ان تتضمن واجهه المستخدم ما يلي. اول حاجه منطقه دردشه لعرض سجل المحادثات. انا عايز منطقه فيها دردشه عشان اعرف اعرض السجل بتاع المحادثات. بقول له حقل ادخال النص، المكان اللي انا هدخل فيه النص اللي انا هكتب فيه. بقول له زرار لتسجيل وارسال الرسائل الصوتيه، انا عايز مكان زي ريكورد كده اللي بيبقى في واتساب او ماسنجر عشان اقدر ادوس عليه اقدر ابعت اي رساله صوتيه. بقول له ايه تاني؟ مؤشرات حاله مثل جرى الارسال بانتظار الرد، اللي هو مثلا لما ببعت حاجه يقول لي مثلا ان هو بيفكر بيبعت الرساله، انا دلوقتي هيعرفني ان الرد هيجي لي. جميل قوي. يجب ان يظهر التطبيق بصريا وكانه مساعد مالي محترف وجدير بالثقه، انيق بسيط وبديهي. يجب كتابه المطالبه كامله يمكنني نسخها ولصقها في لافابول لتصميم واجهه المستخدم. حلو قوي. جميل. تعالى بقى كده اروح لشات جي بي تي واديله الامر ده. هو دلوقتي هيفكر وهيديني امر اديه لافابول احترافي اكتر من اللي انا كنت هكتبه 100 مره. طيب هو دلوقتي اهو بيعمل ثينكينج، بيفكر وهيعمل لي دلوقتي الامر بتاعي. اهو شات جي بي تي خد 46 ثانيه عشان يفكر ويعمل لي البرومبت او الامر اللي انا هديه دلوقتي لافابول. بص كتب لي برومبت احترافي. انا لو كنت قعدت حوالي 3 ساعات 4 ساعات ما كنتش هكتب البرومبت اللي شات جي بي تي هيدولي. انا بس بوصف له انا عايز ايه بادق التفاصيل اللي انا عايزها وهو بيعمل لي ادق من التفاصيل اللي انا اديتها له. طب تعالى كده اخد الكوبي واروح للافابول. فين لافابول؟ اهو. وانا ادي اللافابول اللي شات جي بي تي اديهولي. حلو. واروح دايس انتر كده وهتلاقي لافابول دلوقتي بيبني لي واجهه احترافيه بطريقه لا تتخيلها. تعالى بقى اوريك حاجه كده ولافابول بيبني. هتلاقيه هو كده هنا عمال يعمل الاكواد بتاعت الواجهه بتاعت النظام من غير ما انا اتدخل. طب تعالى كده ارجع تاني
هو دلوقتي هو عمال يكتب الاكواد مع نفسه ويصلحها، ولو في حاجه غلط بيصححها، وشغال مع نفسه يبني الاكواد من غير ما انا اتدخل. طب تعالى كده، عقبال ما هو بيبني الاكواد انا اروح ابحث عن واجهه او شكل اديه لافابل عشان يعرف لافابل ايه الواجهه اللي هيستخدمها، او يعمل لي شبهها يقلدها. تعالى كده ابحث عن حاجه، تعالى اوريها لك. بص كده، انا رحت لجوجل كتبت عليه ايه، قلت له شات انترفيس اب يو اي دارك مودرن. طب ده معناه ايه؟ انا بقول له ان انا عايز واجهه لتطبيق شات، تطبيق محادثه يكون شكلها غامق ومودرن حديث. طب حلو قوي. حد هيقول لي يعني ايه يو اي دي؟ يو اي دي اختصار ليوزر انترفيس، اللي هو واجهه المستخدم. طب بص كده، انا طلع لي دي بصراحه انا شايف ان دي حلوه. انا هاخدها كوبي. تمام. لا انا هاخدها كوبي واروح للافابل دلوقتي، اديها اللافابل هنا. استنى كده، هيظهر دلوقتي الشكل بتاع التصميم هنا. بس انا بقول له ايه، انا عايزه نفس الشكل ده. بقول كاتب له ايه دلوقتي، بقول له خلي التصميم زي الصوره اللي انا حملتها لك. تلاقيه دلوقتي بيعرض لي النظام اللي هو عمله. بس قبل ما يعرضه، انا كده كده اصلا من النظام اللي هو يعرضه مش هو اللي انا عايزه، انا عايزه يعمل لي نفس الشكل ده. فانا هبعت له الشكل اللي انا عايزه، وهو دلوقتي هيعمل لي النظام. طب تعالى كده، عقبال ما هو يعمل النظام نرجع احنا init in. بص اهو عمل لي النظام اهو. شايف ده شكل الشاشه، ده شكل الشات، شكله كويس. بس انا مش عاجبني الشكل ده، انا عايزه يعمل لي نفس الشكل اللي انا مديهوله. هو دلوقتي شغال بيعمله. انا عقبال ما هو بيعمله، تعالى نروح ل init in اوريك حاجه. انا دلوقتي في init in، عشان اوصل init in ده اللي هو انا هعتبره المخ بتاعي اللي هيفكر ياخد المعلومات من لافابل ويحللها هنا ويظبط كل حاجه ويعمل كل حاجه باعلى دقه ممكنه، ويبعت تاني الاجابه للافابل. حلو. فانا هعتبر init in ده هنا هو المخ. طيب انا ايه اول حاجه عايز اعملها؟ انا ازاي اصلا اوصل ما بين init in اللي هنا ده اللي هو المخ بتاعي بلافابل اللي هو ايه، الواجهه بتاعتي؟ انا اول ما ادخل هنا هلاقي حاجه اسمها اد فيرست ستيب، هدوس عليها كده. حلو. هيظهر هنا في الشاشه على اليمين حاجات كتير. طيب انا هبحث عن حاجه اسمها بكل بساطه ويب هوك. تمام اهو ده الويب هوك. طيب ايه الويب هوك ده وبيعمل ايه؟ الويب هوك ده الكوبري اللي بيوصل ما بين init in ولافابل، حلقه الوصل ما بين init in ولافابل. يعني اي حاجه في init in انا عايز اوصلها بلافابل، او اي حاجه في لافابل انا عايز اوصلها بinit in، بستخدم الحاجه اللي اسمها ويب هوك دي عشان توصل لي ما بين الاثنين. طيب جميل قوي. انا جبته هنا في init in، لافابل هيعرف منين ان انا دخلت init in وجبته هنا؟ انا بكل بساطه هدخل هنا، هسيب الاعدادات دي كلها زي ما هي، هغير بس حاجه بسيطه وهي بوست. تمام. طيب انا ليه بغير بوست؟ بوست هتبقى احسن بكتير من جيت، هفهمك كمان شويه. فانت لو خدت بالك هنا انا دوست هنا على HTTP ميثود وخليتها بدل جيت خليتها بوست، واول ما خليتها بوست هنا اتغيرت هنا على طول. طب جميل قوي. طب انا ليه عملت كده؟ بكل بساطه لان بوست هي اللي هتخليني اعرف ابعت البيانات الكبيره اللي هناك او اي حاجه تتبعت هناك تجي لي هنا على init in. طيب حلو قوي. تعالى بقى ناخد اللينك ده كوبي، واروح دلوقتي اللافابل ابعت له اللينك ده واقول له تعالى اوريك هقول له ايه. او بص انا دلوقتي دخلت على لافابل وهو ده شكل الشات بتاعي. شكل الشات بتاعي هيبقى عامل كده. طب كويس. تعالى بقى اكتب له حاجه. انا دلوقتي اديت له الرابط بتاع الويب هوك وهقول له، بقول له اتاكد ان انت عامل كونكت، ان انت عامل ربط او وصل ما بين init in ولافابل هنا، بحيث ايه ان انا اي حاجه اكتبها هنا في لافابل توصل لinit in والاجابه من init in ترجع لي هنا على لافابل. طب حلو قوي. تعالى ابعت له. حلو قوي. وادي اهو لافابل خد الشكل اللي انا اديته له وغير شكل الواجهه بتاعته بحيث يكون شكل الشات شكله احلى ومنظم بكتير. بص بقى شكله اهو غامق وانيق وشكله حلو جدا. طب تمام. بس ثواني، انا دلوقتي عشان اوصل لافابل هنا الواجهه بتاعتي دي لانت ان ورا المخ بتاعي، هعمل كده ازاي؟ انا هرجع لانت ان واتاكد ان انا في النود اللي اسمها ويب هوك وعامله هنا ال HTTP ميثود بوست، اروح جاي هنا هلاقي هنا URL، هلاقي هنا لينك. حلو. راح واخد اللينك ده كده دايس عليه وراح راجع للافابل مديله اللينك ده. هو ده بقى اللينك اللي هيوصل لي لافابل هنا الواجهه بتاعتي بينت ان المخ بتاعي. طيب دلوقتي لافابل هيعرف كده ازاي؟ انا دلوقتي هقول له وصل لي الواجهه بتاعتي اللي هنا في لافابل بالمخ بتاعي في انت ان ورا، بحيث اي رساله اكتبها هنا توصل ورا في انت ان. طب تعالى كده اكتب له الكلام ده اهو. انا بقول له ايه؟ اتاكد ان انت عامل كونكت، ان انت عامل ربط ما بين لافابل وال HTTP ميثود بتاعت الويب هوك في انت ان،
وموصل التطبيق ده بانت ان، واي حاجه تتبعت هنا في لافابل في الشات ده توصل على طول لانت ان ورا. طب جميل قوي، تعالى ابعت له الكلام ده كده اهو. دلوقتي بدأ، وهتلاقيه دلوقتي وصل لي لافابل هنا الواجهه بتاعتي بانت ان ورا المخ بتاعي، ودي هو وصله والدنيا تمام. خد 8 ثواني عشان يوصله وظبط كل حاجه كده، خلاص خلص العمليه بتاعته. تعالى بقى نجرب. تعالى بقى اكتب له رساله كده هنا. في مشكله. هقول لك ايه المشكله، هقول لك ايه اللي حصل. بص انا كاتب له الكلام باللون الابيض، لون الحروف ابيض، حلو، والخلفيه بتاعت المنطقه اللي انا بكتب فيها لونها برضه ابيض فمش هتبان. انا دلوقتي ممكن اديله الامر ان هو يغير الشكل او المكان بتاع مكان الخلفيه اللي انا بكتب فيه ده، بس انا خليه كمان شويه. انا دلوقتي بس عايز اجرب ابعت لانت ان اللي انا كتبته ده. طب انا كتبت ايه اصلا؟ انا بقول له انا اشتريت ماك بوك ب 1500 دولار عشان انا كنت عايزه، ودي مصاريف بيزنس، انا اشتريته في 22 مايو 2025. حلو قوي. تعالى كده ابعت، بس ثواني ثواني. قبل ما ابعت هنا انا لازم ارجع لين تاني اعمل حاجه مهمه قوي. ايه هي؟ انا هرجع هنا لان تن، وهلاقي نفسي في النوت بتاعت الويب هوك بتاعي هدوس على حاجه اسمها listen for test event. listen for test event ده هتخلي هنا الويب هوك جاهز، اي حاجه تتبعت هناك توصل له هنا. انا لو ما دوستش هنا listen for test event اي حاجه انا هبعتها هناك مش هتتبعت على الويب هوك. حلو. فانا كده اتاكد ان انا عامله listening for test event، وارجع كده اللافابل وابعت له الرساله دي اهو. هتلاقيها دلوقتي اتبعتت في ان ان اها، جات اهو. سيبك من الحاجات دي ان شاء الله باذن الله، انا قلت لك قبل كده وبقول لك دلوقتي ان شاء الله باذن الله كل الحاجات اللي ظهرت هنا دي هنغطيها قدام لما نشرح النود بتاعت الويب هوك كامله، يبقى الفيديو مخصص للويب هوك بس. حلو. انا يهمني دي الكلمه دي المسج، دي المسج اللي انا بعتها هناك ووصلت هنا. طب حلو قوي. تعالى كده اوريك الخطوه الجايه انا هعمل ايه. انا كده خلاص جات لي رساله، بس ثواني برضه عايز اعمل حاجه. انا دلوقتي كل شويه وانا بجرب عايز اقعد اتست واجرب، يعني افضل كل شويه افضل اتست اللي انا بعمله او اجربه. طيب انا دلوقتي كل ما هاجي اجرب هرجع للافضل هنا واكتب له رساله واستناه يعمل كده واعمل listen for test event لا انا مش عايز اعمل كده. انا هاجي هنا على حاجه هنا هلاقي دبوس هنا اسمه بين داتا. الدبوس ده اول ما بدوس عليه الداتا دي كلها بتتثبت، فبقى مش محتاج اعمل كل شويه اجرب من الاول او اعمل execute step او اعمل كل الحاجات دي. مش هبقى محتاج كل شويه اجرب من الاول. تمام. انا دوست على البين داتا دي، جميل، ثبتت لي كل البيانات اللي هنا، وابقى مش محتاج كل شويه ارجع للافابل وابعت الداتا من اول وجديد. طيب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ تعالى كده اول ما تبعت هنا الويب هوك، تعالى كده انا دلوقتي خلاص الدنيا تمام. انا دلوقتي هضيف اي ايجنت. طيب الاي اي ايجنت ده هيعمل ايه؟ تعالى اوريك كده الاي اي ايجنت ده هيعمل ايه. اول حاجه بس ابحث عنها الاي اي ايجنت اهو. ده الاي اي ايجنت بتاعي. جميل. هتلاقي دي اول واحده جايلك فوق كونكتد شات تريجر نود. دي معناها ايه؟ انا مش موصله بشات تريجر، انا مش موصله بتريجر اللي هو بتاع الشات، انا موصله عادي بالويب هوك، التريجر اللي اسمه ويب هوك. فانا هخليها ديفاين بلو. وهعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي عايز اعرف هل انا اللي كتبته هناك ده سؤال انا بسأل عن مصاريف مثلا صرفتها الشهر اللي فات او في اي يوم، ولا انا بضيف له معلومات. طيب انا هعمل له الكلام ده ازاي؟ انا دلوقتي هخلي دي من فيكسد لاكسبريشن، واعرفك دلوقتي ليه انا هخليها اكسبريشن. انا هدوس دلوقتي على الاكسبريشن دي، واول ما ادوس على اكسبريشن هلاقي هنا سهم طالع لفوق، هروح دايس عليه تاني واروح داخل هنا بقى. انا بقى هنا هشكله على مزاجي واديله كل التعليمات. تعالى اوريك انا هكتب له ايه. بص انا بقول له ايه. انا بقول له انت هتحفظ الرساله، ولا اقول لك تعالى 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 تاخد ده كوبي. تعالى كده نروح نترجمه. تعالى بص انا بقول له ايه. بقول له ستتلقى رساله من خطاف ويب هوك اللي هو ايه التريجر بتاع الويب هوك اللي انا لسه موريه لك. بقول له حلل الرساله واخرج قيمه واحده تسمى السياق، اللي هو يخرج لي عنصر او الاوتبوت بتاعه المخرج بتاعه من الناحيه التانيه يبقى اسمه السياق. ممكن يخرجه اسمه كونتكست او كونتنت حاجه زي كده. حلو. بقول له اذا كانت الرساله تشير فقط الى عمليه شراء ماليه، يعني انا بقول له لو انا اشتريت حاجه زي دلوقتي انا قلت له ان انا اشتريت ماك بوك ب 1500 دولار. حلو. فارجع القيمه اضافه بيانات انا عايز اللي هي ايه اد داتا.
ان انا بقول له يعني انا مثلا قلت له اشتريت الاسبوع اللي فات او الشهر اللي فات او في اي يوم اي حاجه باي سعر ماك بوك ب 1500 دولار. حلو، يخرج لي القيمه، يخرج لي الاجابه اد داتا، ان هو هيضيف بيانات. حلو، بقول له اذا كانت الرساله تطرح سؤال فارجع القيمه سؤال. بقول له يعني انا دلوقتي لو قلت له انا اشتريت ايه الشهر اللي فات، ده سؤال، فهو المفروض دلوقتي يطلع لي القيمه من النود هنا من الاي اي ايجنت هنا question. حلو، بقول له اخرج قيمه السياق فقط، انا عايز الاجابه بس اللي هي لا اما اد داتا لا اما question. تمام، واعمل له هنا رساله. تعالى بص، ده اللي انا كتبته له، وانا دلوقتي اهي هوري له الرساله اصلا اللي جات لي. طب فين الرساله اصلا؟ يعني انا كتبت له الكلام ده، عايز بقى ابعت له رساله اللي هو لا اما هيخرجها اد داتا اللي انا لسه قايلها لك هناك، لا اما هيخرجها لي question. حلو، طيب تعالى كده ننزل تحت. فين المسج؟ فين المسج؟ اهي، ادي المسج اهي. اروح دايس عليها كده دوسه طويله، واروح جايبها حاططها هنا. جميل، هتلاقيها ظهرت الناحيه التانيه. طيب انا لو كنت عاملها فيكسد مش اكسبريشن زي ما قلت لك من شويه، هعرفك يعني ليه انا عملتها اكسبريشن. كان اللي هيتكتب هنا ثابت كل مره، ثابت الاوامر اللي انا مديهوله هنا ثابت. لكن اول ما اعملها اكسبريشن هتلاقيها على طول خلاص، انا اي حاجه رساله هتتبعت هتتغير. يعني مثلا انا لو سالته انا جبت ايه الشهر اللي فات، غير لما اساله انا جبت كذا كذا، فانا هنا بعرفه رساله ثابته. حلو، طيب انا كل مره هديله حاجه جديده، يعني مثلا انا جبت لاب، انا جبت كمبيوتر، انا جبت موبايل، انا جبت سماعه. مش كل مره هديله نفس الرساله بتاعت انا اشتريت ماك بوك ب 1500 دولار عشان انا كنت عايزه المصاريف بيزنس وهكذا. لا، فانا خلاص دلوقتي خليتها اكسبريشن، كل ما ابعت له حاجه هتتغير تلقائي. فهو دلوقتي بقى قدامه المسج دي اللي هي الرساله كل مره متغيره على حسب اللي انا ببعته فين، ببعته في الويب هوك عن طريق لافابول. طيب حلو قوي، تعالى كده انا دلوقتي المفروض اعمل اكسكيوت ستيب هنا، وانا المفروض دلوقتي لو انا ماشي صح يطلع لي ايه؟ اد داتا. طب ليه هيطلع لي اد داتا؟ لان انا بقول له ان انا اشتريت لابتوب، انا مش بساله عن حاجه. بس ثواني ثواني، انا في حاجه كنت هنساها. قبل ما اعمل الكلام ده انا لازم ادي للاي اي ايجنت بتاعي مخ. طيب هجيب له المخ منين اللي هيفكر بيه؟ هو كده بص هنا هتلاقي شكله احمر، شكله احمر كده يعني مش هيشتغل. طيب انا هدوس هنا على حاجه اسمها تشات موديل، هدوس على الزائد اللي تحت تشات موديل دي، وهنزل تحت هنا هلاقي موديلز كتير جدا، اختار اي واحد فيهم. ممكن مثلا اوبن اي اي شات موديل. تمام، وادخل مني هيقول لي credential to connect with. فانا هلاقي الكريدنشال دي انا مش فاهم ايه الكلام ده، هو دلوقتي انا مش عارف هو عايز مني ايه، فهدوس create new credential. طالب مني حاجه اسمها API key، برضه انا مش فاهم يعني ايه API دي. طيب تعالى كده ندوس على open docs دي، انا هدور على الحاجه اللي اسمها API اللي هو عايزها مني. بيقول لي انا دلوقتي عايز API، فبيقول لي ايه؟ اعمل account على OpenAI. طب تعالى كده ندخل نعمل account. انا كده اصلا كده كده عندي اكونت بالفعل، بيقول لي ان انا اربطه بالحساب بتاعي، انا كده كده عندي اكونت وربطه بالفعل. تعالى كده ارجع تاني، بيقول لي ايه؟ تعالى اها، روح للصفحه اللي اسمها API keys. طيب تعالى كده نروح للصفحه دي، تعالى اعمل ساين اب. حلو، دلوقتي انا رحت للصفحه اللي هو قال لي عليها اللي اسمها API keys. انا دلوقتي عايز ادوس create new secret key. تعالى كده ادوس create new secret key، ويقول لك اديله مثلا اي اسم. انا اخر واحد كنت مسميه init n، ممكن اسمي ده init n. بص init n 8n، اي حاجه. حلو، وادوس create secret key. تمام، هيطلع لي هنا الكي بتاعي الاي بي اي كي بتاعي، اروح واخده كوبي. تمام، واروح راجع ل init n، حاطط الاي بي اي بتاعي هنا، عامل له بيست. جميل، واروح دايس كده سيف. هتلاقي اهو credential successfully created. بس ثواني ثواني ثواني، ايه اللي انا عملته ده؟ ويعني ايه اي بي اي كيو؟ يعني ايه كل الكلام ده؟ اولا الاي بي اي كي ده ما تدوش لاي حد خالص، ما تدوش لاي حد. اعتبر الاي بي اي كي ده بتاعك اكنه باسورد. تمام، انا كده كده همسح الاي بي اي ده قبل ما انزل فيديو. بس هو ايه الاي بي اي ده؟ الاي بي اي ده الحاجه اللي بتخلي التطبيقات تتواصل مع بعضها. يعني انا دلوقتي رحت للموقع اللي اسمه اوبن اي اي وقلت له يا اوبن اي اي انا عايز منك وسيله تخليني اعرف اتصل بيك، عشان انا في انت ان دلوقتي ومعايا نود اسمها اي اي ايجنت، محتاج اتصل بيك عشان استخدم اللي هو المخ.
اللي هو نعتبره شات جي بي تي. حلو. فالاي بي اي ده الحاجه اللي بتوصل التطبيقات ببعضها. على سبيل المثال لو احنا مثلا قاعدين في مطعم وفي مثلا زبون وفي جرسون وفي شيف، انا كزبون محتاج مثلا وليكن سندوتش جبنه. حلو. انا هروح هنادي على الجرسون واقول له انا عايز سندوتش جبنه. الجرسون مش هيعمله بنفسه، الجرسون هيروح للشيف ويقول له عمر عايز سندوتش جبنه. الشيف هيعمله يديه للجرسون، الجرسون يجيبهولي. الجرسون ده اللي بيتواصل ما بيني وما بين الشيف. الجرسون ده هو الاي بي اي. حلو. جميل جدا. تعالى بقى كده اختار الموديل. انا هلاقي هنا موديلز كتير جدا، انا ممكن اختار حاجه من الموديلز بتاعت 5. موديلز 5 هي اخر حاجه نازله، مثلا جي بي تي 5 ميني. ماشي. جميل قوي. واعمل كده بقى ايه، ادخل هنا عند الاي اي ايجنت ده واعمل اكسكيوت ستيب. لو انا ماشي صح المفروض هو يطلع لي هنا حاجه اسمها اد داتا. اد داتا. جميل قوي. انت طبعا فاهم يعني ليه اد داتا، لان انا قلت له ان انا اشتريت لابتوب، فدي اضافه معلومات مش كويستشن. طيب انا هعمل ايه بقى بالحكايه دي؟ جميل. انا دلوقتي لما طلع لي الكلام ده، انا عندي دلوقتي مسارين. هو انا مش كان ممكن يطلع لي كويستشن؟ طيب لو كان طلع لي كويستشن كنت هعمل ايه؟ هو دلوقتي طلع لي اد داتا، طب انا برضو دلوقتي هعمل ايه؟ تعالى كان هعمل ايه. انا هاجي هنا عند علامه الزائد دي برضو واروح دايس عليها واروح مدور على حاجه اسمها اف. تمام. اف دي. جميل. انا عايز ايه؟ انا عايزه لو الاوتبوت اللي خارج من هنا ده، الاوتبوت اللي خارج من هنا ده اهو، شايف ده؟ احطه هنا كده. لو يساوي، بص is equal to دي اللي هو لو يساوي add data. كلمة add data دي يعمل لي صح. تعالى بس اوريك حاجة اهو. لو يساوي add data يعملها لي true. تعالى هتفهم دلوقتي. بص الاف دي خارج منها حاجتين، خارج منها هنا قيمتين، لا اما true لا اما false. طيب انا دلوقتي هخليه يمشي في مسارين، لا اما true لا اما false. طيب اول حاجه انا عايزه ايه؟ لو القيمه اللي خارجه دي add data يبقى اعملها لي true، اللي هو لو القيمه اللي خارجه دي جايه اصلا من اضافه معلومات. حلو. يعملها لي true. طيب لو القيمه اللي جايه من ورا دي مش اضافه معلومات، ده سؤال عادي، فهو ساعتها هتبقى خارجه اصلا من الاي اي ايجنت، من الاي اي ايجنت question. جميل. فاصلا مش هتبقى، يبقى هنا القيمه ما تساويش add data فهتروح على طول false. طب تعالى انا لو عملت هنا execute step هيظهر عندي هنا حاجتين، واحده هنا اسمها true واحده هنا اسمها false، والاجابه هتظهر لي هنا في true. تعالى كده نجرب اهي. شايف ظهرت لي هنا في الفرع بتاع true، ولو خرجنا بره هلاقي الفرع بتاع true لونه اخضر. تعالى كده اهو. شايف الفرع بتاع true هو اللي لونه اخضر، وفولس شكله عادي زي ما هو لان هو مفيش حاجه اتحركت من عنده. طيب جميل قوي. جميل قوي. انا دلوقتي هعمل ايه تاني؟ انا خلاص دلوقتي خرجت لي الاجابه ترو. طيب ايه الخطوه الجايه؟ انا دلوقتي عايز هعمل ايه؟ انا دلوقتي عايز المعلومات اللي جات لي في الرساله اللي انا بعتها اول مره في لافابل، اللي اتبعتت عن الويب هوك اللي انا قلت له اشتريت فيها لابتوب، انا عايزها تتصنف، لان انا هوريك هحفظها فين. لان انا هحفظها في جوجل شيت في الاخر. حلو. عشان اعرف استرجعها في اي وقت. حلو. طب انا عشان تتصنف مين اللي هيخلي لي الحاجات دي تتصنف؟ انا عايزها تتصنف دلوقتي، يعني مثلا عايزها سعر، وصف، سبب، تاريخ، الحاجات دي كلها. مين اللي هيعمل لي كده؟ الاي اي ايجنت هو اللي هيقدر يفهم الاسباب ويصنفها لي. طب تعالى كده انا دلوقتي عايز لو هي صح، لو هي، طب انا دلوقتي هخليها فولس ولا ترو؟ فكر معايا كده، انا هخليها هنا ترو ولا فولس؟ امتى هصنف المعلومات؟ يعني امتى هحط معلومات في مكان معين؟ لو هو جاي لي اد داتا، لو جاي لي معلومات اضافيه. طب امتى المعلومات دي مش هبقى محتاج احطها في مكان معين، هبقى محتاج استرجعها؟ لو هو جاي لي سؤال فانا بسال على سؤال فعايز استرجع معلومات من اللي متخزنه عندي ورا، انا دلوقتي جاي لي معلومات اضافيه فعايز اضيف المعلومات دي. فانا دلوقتي هاجي عند ترو اللي هي اد داتا اللي هي اضافه معلومات، وادوس على الزائد دي وادور على الاي اي ايجنت. حلو. فين الاي اي ايجنت؟ ادي الاي اي ايجنت. جميل. وزي ما قلت لك انا مش موصله بشات تريجر، انا مش موصله بالتريجر اللي هو شات، انا موصله بالويب هوك عادي. فانا هخليها هنا ديفاين بلو. تمام. وهدخل هنا اخليها اكسبريشن وهعرفك برضو تاني ليه. واروح جايز هنا عند السهم ده ودايس عليه واروح كاتب له حاجه بسيطه هنا. تمام. امسح ده بس كده
عشان مش محتاجه دلوقتي. حلو. بص كاتب له ايه، بقول له حلل الرساله وخرج لي المعلومات وصنفهم لي، يعني تاريخ، وصف، سعر، تصنيف، سبب، واوتبوت ومخرج. هفهمك دي اللي انا اعملها تمام. بقول له ايه، لو اي معلومه ملهاش اجابه، يعني اي معلومه ملهاش اجابه حط لي القيمه بتاعتها اكس. انا مش عايز لو المعلومه ملهاش اجابه ما يحطليش قيمه ليه، انا عايز اكس. انا دلوقتي ذكرت له مثلا وليكن انا حاطط له هنا 1 2 3 4 6 تمام، وذكرت له 4 اسباب بس، 4 تصنيفات بس، ففي عندي تصنيفين ملهمش اجابه المفروض. طيب هعمل ايه؟ هيطلع لي اكسين. جميل، جميل قوي. مش عايزه ما يحطليش ما يحطش حاجه خالص، انا عايزه يطلع لي القيمه اكس. يعني انا مثلا مديله ايه، عندي مثلا ايه وليكن 10 تصنيفات، اديته 7 بس، يطلع لي 7 اجابات و3 اكسات. ده اللي انا عايزه، وهعرفك برضو ليه بعمل كده. تمام. طيب فبقول له ايه، دي رساله. طب انا رساله اجيبها منين؟ ايه ده، هي فين الرساله؟ المفروض الاقي الرساله هنا. تعالى كده بص على ده برضو مفيش رساله. هو احنا اصلا الرساله جايه لي منين؟ الرساله جايه لي عن الويب هوك، فانا لو فاتح هنا نود غلط الرساله مش هلاقيها. طب تعالى كده، فين النود اللي اسمها ويب هوك؟ اهي. هدوس على السهم اللي جنبها وانزل انزل انزل كده، اهي الرساله اهي، اهي المسج اللي انا بعتها على لافابول. اروح جايبها هنا حاططها هنا كده. جميل قوي. ودلوقتي هعمل اكسكيوت ستيب وهو هيصنفهم لي، بس برضه انا كنت هنسى احط الشات موديل. طيب انا ممكن اخد انهي الشات موديل بتاع اللي هنا ده. تمام، اخد، شايف الشات موديل ده اللي انا كنت موصله من شويه، ممكن اخد منه واحده كده واوصلها هنا اهو عند علامه الزائد دي. بص كده استنى اهو، هوصله هنا بالتشات موديل ده. هو خلاص الاتنين اي اي ايجنت دول بيستخدموا نفس التشات موديل عادي، مفيش اي حاجه. تمام، ادخل هنا تاني واعمل اكسكيوت ستيب. المفروض دلوقتي يخرج لي الاوتبوت في تصنيفات متعدده. طيب تعالى كده. حلو. بص خرج لي عمل ايه جامد جدا. بص خرج لي التاريخ اول حاجه، الوصف نيو ماك بوك ان انا جبت ماك بوك جديد، السعر $1500، الكاتيجوري ان هو ايه بزنس اكسبنس اللي هو مصاريف بزنس، السبب لان انا كنت عايزه، والاوتبوت. جميل، جميل جدا جدا. حلو. بس انا عندي مشكله كبيره. ايه هي المشكله دي؟ انا دلوقتي اللي خارج لي ده كله ايتم واحد، عنصر واحد. طيب انا هخزن الكلام ده ازاي في جوجل شيت وهم كلهم عنصر واحد؟ انا عايز عناصر 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 عشان اعرف اخزنه. فانا هضطر استخدم حاجه هنا اسمها ايه، تعالى بص كده. انا هدوس على الزائد دي وادور على حاجه اسمها فانكشن او كود، حاجه اسمها كود. بس ما تخافش، بس خليك معايا اهو ده. تمام، هو ده. تمام، هلاقي هنا كود همسحه. تمام، همسح كل المكتوب ده كده، واروح دلوقتي اوصف لشات جي بي تي اللي انا المكان اللي انا فيه ده، واقول له دلوقتي ان انا خارج لي الاوتبوت ده اللي هو كله في عنصر واحد، واقول له دلوقتي اعمل ايه، اديني كود اكتبه هنا يفكك لي الاوتبوت ده ست اوتبوتس، يخرجوا لي هنا 6 مخرجات مش مخرج واحد، عشان اعرف اخزنه في جوجل شيت. فتعالى كده نروح انا وانت لشات جي بي تي. فانا هاجي هنا عند تشات جي بي تي وهديله حاجه بوصف له فيها كل اللي انا عايزه. حلو، انا جيت هنا عند تشات جي بي تي وقلت له يكتب لي كود دلوقتي جافا سكريبت للنود اللي انا فيها هناك اللي اسمها فانكشن او اسمها كود. حلو. وهو دلوقتي هيطلع لي كود مفصل بالتفصيل يطلع لي الاجابه اللي انا عايزها. واديت له كل الحاجات اللي عندي، قلت له ان انا عندي تاريخ، عندي وصف، عندي سعر، عندي تصنيف، عندي سبب، عندي اوتبوت، عندي كل حاجه. حلو. هو دلوقتي هو بيكتب لي الكود الجافا سكريبت. انا كل اللي عليا دلوقتي هاخده كوبي واروح هناك في النود اللي اسمها كود، حاطط الكود ده. وهتشوف دلوقتي هو بيحول الاوتبوت الواحد ده ل6. بص كده، هو دلوقتي هو بيكتب الكود. انا هعمل ايه، انا هاخد ده كوبي، انا راح جاي هنا اعمل كوبي. جميل. وارجع هنا في النود اللي اسمها كود واروح اعمل ده بيست. تمام، واعمل اكسكيوت ستيب. بص بقى اللي حصل اهو، ادي التاريخ، ادي الوصف، ادي السعر، ادي التصنيف، كل حاجه كل حاجه.
تعالى بقى بسرعه، يلا بقى على الخطوه اللي بعدها. جامد قوي جامد قوي. انا دلوقتي خلاص كل حاجه معايا تمام، عايز بقى احطهم في جوجل شيت. تمام. فانا هدوس هنا على علامه الزائد دي وابحث عن النود اسمها جوجل شيت. فين؟ ادي اهي، ادي جوجل شيت. حلو. انا عايز ايه دلوقتي؟ انا هختار واحده اسمها append or update new in sheet update row in sheet. حلو. طيب دي بتعمل ايه؟ تعالى كده ادوس عليها. دي بتعمل ايه بكل بساطه؟ دي لا اما بتضيف صف جديد لا اما بتحدثه. هتفهم دلوقتي ايه اللي هيحصل. اول حاجه هيطلبها مني credential to connect with. انا هدوس هنا create new credential. هيظهر معاك جوه sign in with جوجل، هتوصله بجوجل وتربط الحساب اللي انت رابط بيه جوجل شيت. تمام. هتيجي هنا عند الريسورس هتخليها شيت، هتسيبها شيت within document. هتيجي هنا عند الاوبريشن هتسيبها برضو append or update row. حلو. في الدوكيومنت هنا انا مسميه ultimate accountant. طيب ده الاسم اللي انا مسميه بتاع الدوكيومنت بتاعتي في جوجل شيت. انا عملت شيت جديد وسميته بالاسم ده. حلو. لما ادخل عليه هيقول لك الشيت ذات نفسه، فانا لو دوست دي هيقول لي ورقه رقم 1. طب تعالى كده ادوس عليها اهي الورقه الاولى. جميل. تعالى كده ارجع للشيت اللي انا عملته. هو ده الشيت اللي انا عملته، حاطط فيه المكان اللي هيتخزن فيه التواريخ، الوصف، السعر، التصنيف، السبب، والاوتبوت. تعالى كده ارجع لانت ان اوريك حاجه. بص انا دلوقتي بقى عندي اختيار من اختيارين. لا اما هنا اسيبها زي ما هي واعملها مانولي، ان انا اجيب الديت واحطه هنا كده. تمام. ادوس عليه دوسه مطوله واحطه هنا. اجيب الديسكريبشن واحطه هنا نفس الكلام. اجيب الاماونت واحطه هنا نفس. طب بس انا عايز اقول لك حاجه، انا عادي، انا ممكن اعمل الكلام ده دلوقتي. دول 6 بس. سافر دلوقتي انت بتعمل مشروع كبير وحاطط 100 مثلا ولا حاجه، 100 تصنيف ولا 200 تصنيف، هتعمل ايه؟ تبقى صعبه جدا الحكايه كده. شايف دي؟ هدوس عليها واخليها ماب اوتوماتيكلي. بس انا عايز اقول لك حاجه، دي زي ما ليها ميزه هي ليها عيب انت لازم تبقى عارفه. ايه هو؟ ان انت لازم اللي جاي لك من هنا ده لازم تكون كاتبه بالظبط بالظبط بنفس الحروف بنفس المسافات، سمول او كابيتال او اي حاجه، تكون كاتبه في جوجل شيت. يعني انا كاتب هنا بص التاريخ لازم اكون كاتبه هو هنا. بص الديسكريبشن لازم اكون كاتبه هو برضو هنا. هتلاقي كل حاجه لازم اكون كاتبها بالظبط. طيب لو انا كتبت حاجه هنا مختلفه عن اللي هناك هيضيف صف جديد خالص بالاسم اللي انا عامله. يعني مثلا انا لو التاريخ هنا معموله دي كابيتال هتلاقي على طول ضاف صف جديد باسم التاريخ بالاجابه. لازم يكون نفس الكلام اللي هنا ده نفس الكلام اللي هناك. طيب تعالى كده ادوس اكسكيوت ستيب واروح دلوقتي هناك اشوف كده الصفوف دي وهي بتتكمل. بص كده انا دوست هناك اكسكيوت ستيب، جه هنا التاريخ، الوصف، السعر، التصنيف، السبب، كل حاجه. حلو قوي، حلو جدا. كل حاجه كده دلوقتي اتظبطت. تعالى كده اخرج كده الدنيا تمام. انا دلوقتي خلصت اول حاجه. ايه هي؟ ان لو اللي جاي لي ده لو اللي جاي لي اضافه بيانات. طيب انا دلوقتي لو اللي جاي لي ده بيسأل سؤال انا هعمل ايه؟ تعالى اوريك هنعمل ايه. انا دلوقتي زي ما بقول لك لو جاي لي اللي جاي لي ده سؤال. طب هو لو سؤال تعالى فاكر من شويه النود اللي اسمها اف دي؟ انا هنا قلت لك ايه؟ لو اضافه قيمه انا مخليها هنا جوه. لو اضافه قيمه، لو انا دلوقتي في قيمه بتضاف في حاجه ببلغه بيها ان انا اشتريت حاجه او جبت حاجه هتبقى اد داتا. غير كده هتبقى فولس، هتبقى عكسها على طول مش ترو، مش هتيجي في الفرع اللي اسمه ترو. طيب انا دلوقتي هاجي بقى في الفرع العكس ده اللي هو لو سؤال وادوس عليه هنا. تمام. وابحث عن حاجه اسمها AI agent. تمام. اديني جبت ال AI agent دي. طبعا زي ما فهمتك من شويه مش هتبقى connected chat trigger node، هنخليها define below لان انا مش عامل chat trigger. تمام. وادخل هنا عند البرومت ده واخليها اكسبريشن. وعايزك بقى انت تكتب لي دلوقتي في التعليقات اللي انا خليتها اكسبريشن. ماشي بسرعه. تمام. واجي هنا عند السهم ده وادوس عليه. تمام. واكتب له الكلام ده. انا بقول له ايه؟ حلو. انا بقول له ايه؟ بقول له انت مساعد اي اي. كل سؤال هيجي لك هتبص عن المعلومات وتبحث في جوجل شيت عن المعلومات دي وبعد كده تجيب لي الاجابه. بقول له اتاكد ان انت بتبص في جوجل شيت عن الاجابه وما تعملش اي حاجه غير كده. وبرضه اتاكد ان الاجابه طالعه لي كاوتبوت.
جميل. وعلى طول بقول له على طول جاوب على الاسئله بتاعتي. وبقول له لو انا سالتك سؤال والاجابه وانت جبت لي الاجابه، ما تقوليش ان انت جبت لي المعلومات من المكان المتخزن ده. طيب ايه الامر اللي انا اديته له ده؟ تعالى كده اخد انا وانت كوبي نروح نترجمه. انا دلوقتي الانجليزي بتاعي مش اقوى حاجه فهترجمه. انا بقول له ايه؟ بقول له انت مساعد ذكاء اصطناعي مفيد. لكل سؤال يطرح عليك تبحث عن المعلومات في ورقه جوجل اللي هي ورقه جوجل شيت. وبناء على هذا المعلومات تجيب تاكد دائما من بحث في ورقه جوجل شيت اللي هي عن اللي هي الورقه بتاع جوجل شيت عن الاجابات. لا تخلق شيء، ما تعمليش حاجه من دماغك. تمام؟ تاكد من اخراج الاجابه فقط، خرج لي الاجابه بس. لذا أجب دائما على أسئلتي، وعندما أسأل سؤال أجب عنه لا تخبرني إنك استعددت المعلومات. ما تقوليش إن أنت جبت لي المعلومات، لأن هو ساعات لما بيتسأله سؤال وبيجاوب عليه بيقول لك أنا جبتها لك من هنا، عرفتها لك من هنا. هي مفيدة في حاجات تانية بس في اللي إحنا بنعمله ده مش أحسن حاجة. تعالى كده ارجع تاني ل NTN. تمام؟ وبقول له إيه؟ جاوبني على السؤال ده. فين بقى السؤال؟ تاني أنا قلت لك بنجيب السؤال منين؟ جاي لي من النود اللي اسمها ويب هوك. كده اروح لويب هوك وانزل تحت ادي اهو. هو ده المسج دي، هي دي المسج، هي دي السؤال. لان هو هيجي لي من النود بتاعت الويب هوك المسج اللي هتتبعت لا اما اضافه لا اما سؤال. حلو. تمام. انا كده ظبطت له كل حاجه. تعالى اضيف له مخ. طيب هو دلوقتي عايز مخ وانا عندي مخ هنا. تعالى ممكن احط له ده كده. تمام عادي. اوصله بالمخ ده كله كده بيستخدم المخ ده التلاتة AI agent. طيب انا دلوقتي هو دلوقتي هيجيب المعلومات منين؟ انا دلوقتي خلاص اديت له كل حاجه، عرفت كل حاجه. بس هو هيجيب المعلومات منين؟ من جوجل شيت. طب ازاي؟ شايف اللي اسمها تول دي، البتاع اللي اسمها تول دي انا هدوس على علامه الزائد دي وابحث عن جوجل شيت. حلو. قبل بس ما ادخل عليه، هو دلوقتي بيستخدم جوجل شيت مش كنود، كتول، كأداة عشان ياخد منها المعلومات. حلو. تعالى كده بس ادوس عليها. راحت فين؟ اهي. حلو. بص بقى ايه اللي هيحصل. اول حاجه هيطلبها منك بس لما تدخل كريدنشال تكونكت ويز، نفس الكلام ادام ربطته بالحساب من شويه احنا بنربط وظبطت كل حاجه هتبقى عندك مظبوطه. تسيب كل حاجه زي ما هي، والاوبريشن هتسيبها زي ما هي جيت روز. طيب ايه جيت روز دي؟ انا عايزه يجيب لي العواميد اللي هناك، يجيب لي الاجابه من العواميد، مش هغيرها، انا عايزه يجيب الاجابه من هناك. فهسيبها جيت روز اللي هو ايه؟ بياخد الاجابه من العواميد اللي هناك. حلو. والدوكيمنت هختار نفس هي اللي انا كنت مختارها التيميت اكاونتنت. والشيت هيبقى هو نفس الشيت اللي هو الورقه رقم 1. حلو. حلو. تعالى كده دوس اكسكيوت ستيب. بس ثواني، انا لو دوست اكسكيوت ستيب ايه اللي هيحصل؟ ما هو لو دوست اكسكيوت ستيب النود دي مش هيحصل لها اي حاجه. ليه مش هيحصل لها اي حاجه؟ لان اصلا اللي جاي لي اضافه معلومات، هو هيجيب الرساله اللي جايه له هو اضافه معلومات. انا اشتريت لابتوب ب 1500 دولار، فكده كده اصلا هي هتروح في الفرع بتاع شو. طب ماشي. تعالى كده نشيل البن دي من الويب هوك ونروح نكتب اجابه تاني في لافابل. انا دلوقتي هعمل اون بن. بص بتدوس كليك شمال. تمام. بتيجي هنا تدوس كليك شمال وتدوس اون بن او تدوس على حرف البي اللي في الكيبورد. تعالى كده ارجع للافابل. حلو. انا دلوقتي في لافابل. تعالى كده اكتب له رساله. انا بقول له ايه في لافابل؟ بقول له اللابتوب اتكلف كام. حلو. طيب اللابتوب اتكلف كام؟ جميل قوي. انا دلوقتي لو بعت الرساله دي هنا، تمام، انا كده كده عادي هغير الشكل هنا بتاع منطقه الكتابه اللي هو التكست اريا ده اللي هو منطقه الكتابه دي، عادي هغيره في اي وقت دلوقتي او في اي وقت. هديله الامر دلوقتي وهو هيغير الشكل بتاع التكست اريا ده. بس ثواني بس انا عايزه بس اجرب معاك النظام. انا دلوقتي المفروض ابعت رساله ادوس ارسال، صح؟ لا مش صح. لازم ارجع لانت ان وارجع على الويب هوك واخليه يستعد ان هو جايله رساله. تمام. ادخل على الويب هوك كده واعمل listen for test event. تمام. وارجع للافابل ابعت الرساله اهي اتبعتت. تعالى كده ارجع لينت ان اهو جات الرساله وكل حاجه تمام اهو. جايه المسج اهو how much did the MacBook cost. تعالى كده دلوقتي المفروض اجي هنا
اعمل اكسكيوت ستيب. بص بقى ايه اللي هيختلف. بص الاوتبوت خارج ايه؟ question، خارج سؤال، لان انا معرفه هنا. فاكر من شويه في اول الفيديو ما قلت له لو اللي جاي لك اضافه معلومات حط اد داتا، لو اللي جاي لك سؤال يعمله question، اهو خرج لي question. طيب تعالى برضو كده، لو انا جيت هنا عند دي وعملت execute step، ايه اللي هيحصل؟ هتبقى true ولا هتبقى false؟ هتبقى طبعا false. بص كده اهي، تعالى بس اكبرها لك. شايف ايه اللي اخضر هنا؟ الفرع اللي نازل تحت اللي هو بتاع الفولس. ليه؟ لان انا قايل له هنا جوه لو هي القيمه اللي جايه لك من هنا دي اللي هي القيمه بتاعت الاوتبوت بتساوي اد داتا، خليها ترو. طب لو ما بتساويش، لو اي حاجه بقى غير اد داتا بتبقى فولس، اي حاجه غير اد داتا هتبقى فولس، فهي بقت فولس. جميل. تعالى كده عند الاي اي ايجنت واروح له واعمل هنا اكسكيوت ستيب، وهتشوف دلوقتي هيعمل ايه. هيطلع لي 1500 دلوقتي، هيطلع لي 1500 دولار. جامد. اها. طب طلع لي 1500 دولار دي ازاي؟ هو عمل ايه؟ تعالى كده ادخل على اللوجز دي. اللوجز دي بتوريك اللي حصل ورا الكواليس. هو اول حاجه استخدم المخ بتاعه، بعد كده راح للجوجل شيت، وراح من جوجل شيت جاب لي الاجابه. طب راح لجوجل شيت ازاي؟ هو انا مش موصله هنا ومديله التول بتاع جوجل شيت، حتى بص هتلاقي معمول عليه علامه صح وخضرت لان هو استخدمها. طيب لحد دلوقتي الدنيا تمام، بس حد هيقول لي انت الدنيا هنا تمام، او يعني في اول واحد هنا لو انت بتبعت له في اول مسار ده، لو انت بتضيف له معلومات فهو كده كده بيضيف المعلومات في جوجل شيت. حلو. بس حد تاني هيقول لي لو انت بتسأله سؤال هو المفروض يجاوبك. طيب ما هو جاوبني وبعت لي الإجابة هنا. حلو. بس ما بعتليش الإجابة على لافابل. هو انا هبعت له الرساله هنا واروح بقى هنا واروح، هو انا هبعت له الرساله على لافابل وبعد كده اجي هنا ادور على الاجابه؟ لا طبعا. انا المفروض دلوقتي اعمل حاجه تخلي الاجابه، انا اكتب السؤال على لافابل والاجابه توصل لي على لافابل. طب ايه اللي هيخليني اعمل كده؟ حاجه بسيطه، الا وهي ان انا اجي هنا عند علامه الزائد دي وابحث عن حاجه اسمها ريسبوند تو ويب هوك. تمام. ادي هي ريسبوند تو ويب هوك. حلو. واسيبها زي ما هي. اجي هنا عند الويب هوك بتاعي واقول للويب هوك ده استخدم النود اللي اسمها ريسبوند تو ويب هوك. شايف دي؟ شايف الريسبوند ده؟ هدوس على اللي تحتها دي وادوس على using respond to web hook node، واول ما ادوس عليها كده الدنيا بقت تمام. حلو قوي. الدنيا مظبوطه. اعمل كده اخلي الورك فلو بتاعي اكتف. جميل. تعالى بقى نروح نجرب. هروح للافابل تاني. انا دلوقتي جيت على لافابل ومفروض دلوقتي اكتب له رساله، بس لافابل ما يعرفش ان انا عايزه يجيب لي الاجابه هنا. طب اعرفه كده ازاي؟ تعالى. شايف لافابل؟ انا عندي هنا العلامه دي اللي بتخليني اقدر اكتب او اخلي الشاشه كلها. فانا هجي له هنا كده في الرسائل واكتب له كده، بقول له اتاكد ان اي اجابه بتجيلك من init بترجعها لي هنا في الانترفيس في الواجهه بتاعت لافابل، وابعت له الكلام ده. وهو دلوقتي هيظبط كل حاجه. تعالى كده ارجع ل init واتاكد ان كل حاجه تمام. اعمل بس هنا execute step اهو. جميل قوي. تعالى كده. كده اللافابل دلوقتي خلص كل حاجة. انا المفروض دلوقتي بقى اسأله سؤال، اقول له سعر الماك بوك كان عامل كام. بص اهو في النوت بتاعت ريسبوند تو ويب هوك خرج لي ايه؟ خرج لي هاي ادي الاجابة اهو. طب تعالى كده خدها كوبي وهترجمها. هو بيقول لي اشتريت جهاز ماك بوك جديد في 22 مايو 2025 مقابل 1500 دولار امريكي، وسجل كنفقة عمل، والسبب المعطى ان انا اردته لان انا قلت له I wanted. حلو. دي الاجابة اللي هو اداها لي في النوت بتاعت ريسبوند تو ويب هوك، ودي الاجابة اللي وصلت على لافابل هناك. جامد جدا. ودلوقتي انت بقى معاك محاسب شخصي يقدر يتابع كل مصاريفك ودخلك اوتوماتيك. فلو الفيديو ده عجبك اعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد في الاي اي اوتوميشن، وما تنساش تسيب لي كومنت تقول لي تحب اطبق الفكره دي على اي مجال تاني.